عليكم. هلا. ايش فيك يا ابو رعد؟ اكيد حافز. يا اخي اطارد يا اخي الابراج يا اخي، اطارد الاس تي سي، اطارد الاس تي سي، وهذا موبايلي، اما زين فهي شين ما نبغاها، توكل على الله خدماتها ما تصلح. هذا موبايلي وهذا اس تي سي، وين خدماتكم في قنا يا موبايلي ويا اس تي سي؟ وين هي؟ وين؟ ما يقارب يا اخي عدد السكان يفوق ال40,000، اضرب في 2 ما بين موبايلي واس تي سي، ويمكن برضو في زين ما ادري شين هذه. فين؟ يدفعون فلوس، ندفع فلوس هنا في الشحن هذا. يا اخي ما نقول يا اخي الكلام، ما نقول لك شيء يا اخي، خذ فلوس من جيوبتنا ها، لكن عطني مقابلها خدمه. اذا وقفت على الخدمات حقتي الخاصه متنازل عنها، يمكن اطلع محايل ولا اطلع اي مكان اصلح خدمه ولا اشوف واتساب واتصفح اي شيء، لكن توقف على المدارس ما في فاكس، ما في خطوط ارضيه، يحتاجون بحث معلوماتي، يحتاجون شهايد اخر السنه، الشهايد يقعد يصلحها علشان النت 20 يوم، تقول انك في المختبر حق محايل، اذا جابوا له تحليل من برا قال 20 يوم. تدول الموظف غصبا تشوفه راسه كذا فوق الماسه، ما تشوف الموظفين حق المختبر. طيب يا اخي ليه؟ عطني خدمه يا اخي، انا ادفع فلوس، عندك ما يقارب 40,000 نسمه ما بين مركز خلال وقنا. ليش؟ فين؟ ما هم يدفعون فلوس؟ طيب احضرب كم؟ قل 40 في 2 من الجوالات كم تطلع؟ ب80,000 جوال، قل 100 جوال، 100,000. تاخذون فلوسنا ما تعطونا شبكه، ما تعطونا خدمه 3G و4G في اليمن يا اخي على قرون البقر، على قرون البقر، تجي عندي هنا ما في شيء، وانا في دوله غنيه وانت اتصالات السعوديه مصنفه من اغنى الشركات. يا اخي عطني خدمات يا اخي، عندي في قنا الدوائر الحكوميه ما فيها فاكسات، ودقق على الكلام حقي وشوف يا اخي كل شيء الا الدائره الحكوميه ولا مكان تعليم اطفالنا واولادنا. انا جيت قبل امس ابغى اسجل في نور، قالوا لي ما في علشان ما في شبكه. حرام عليكم يا اتصالات السعوديه، الله لا يرحم شيطانكم، واذا شيطانكم مسلم ومبسوط لا يرحمكم انتم. اعطوني يا مكتب محايل الاتصالات، يا مكتب محايل، شوف قنا ما في شيء، يا مسؤولين، يا مسؤولين اللي عنده الصلاحيه انه يشوف وضعنا في قنا يا جماعه، يطور قنا. قنا ما عندنا شيء، اطفالنا خلاص انتهوا، ما في شيء، بحث معلوماتي، نتائج، قله حياه، هذا ما عاد فيه. اي يا اخي 3G فوق القرون البقر في اليمن، هيا عجلوا يا اخي. 3G عندنا في اليمن على قرون البقر، وعندنا في قنا ما بش يا اخي، ما بش الا ابراج هكذا ها، عليها اطبال وعليها زلاف، يعني ناقص البرج حقكم ناقصه دقاقه، ما ناقصه شيء. الله لا يرحم ابليسكم يا اخي.